لكل بيت عمار، دايما بيقولوا عمار البيت. عمار البيت دول عايشين معاك زيك زيهم جوه البيت، ليهم طقوس وليهم عادات، ولكن احنا حياتنا بالنهار، هم حياتهم بالليل. عشان كده دايما موضوع الضلمه ده كانوا بيخوفونا ليه بيه واحنا صغيرين. هو ايه الفرق بين الضلمه وايه الفرق بين النور؟ هم عايشين في الضلمه، احنا عايشين في النور. اما بنخترق المجال بتاعهم ونعيش في الضلمه انت بتضايقهم. هم بالليل صاحيين وعايشين وبيغنوا وبيرقصوا وعايشين حياتهم وبياكلوا وبيشربوا، حضرتك قايم بالليل بتزاحمهم ليه؟ ادخل نام، الليل مش بتاعك الليل بتاعهم هم. عشان كده دايما ما تقعدش في ضلمه وما تعيش في ضلمه، ولازم لما يكون في ضلمه على الاقل شمعة منورة. اوعى، لان الظلام الحالك ده جوهم، فحضرتك بتستدعيهم. ساعات تبقى ماشي في البيت كده تحس ان في حد ماشي وراك. طبعا كلكم بتأكدوا المعلومة، كلنا بنحسها. هو ده ايه؟ هو ده عادي؟ لا حضرتك مش عادي، حضرتك ده القرين بتاعك وبيخوفك. ليه؟ ما هو عايز يخوفك، امال يعيشك كده مبسوط؟ لا طبعا لازم يخوفك. يا كده ياخد منك حاجة بتاعتك تقوم ما تلاقيهاش، وتيجي بعد يومين تدور عليها بتلاقيها. عشان كده بقول لما حاجة منك تضيع ما تلاقيهاش سيبها له، سيبها له يومين تلاتة، بعد يومين تلاتة دور عليها تاني هتلاقيها، هتجيلك. معلش بيضايقك، بيتلعب معاك، سيبه يا سيدي، بلاش تدخل معاه في مشاكل. ذكر ربنا على طول معاك. عشان ايه؟ عشان نضايقه، لكن ما تحاولش تدخل معاه في مشاكل. اتفقنا؟ ساعات كده وانت قاعد تحس ان في حد بينادي عليك، تقول انا سمعت اسمي في وداني. هو للأسف حد بينادي عليك، وده حقيقي وده موجود. احنا قلنا في عمار للبيت، هنعمل ايه؟ هنستعيذ من الشيطان. اول ما تلاقوا كده استعيذوا من الشيطان، تمام كده؟ طيب لما تحس انك بتنادي بصوت عالي جوه الحمام مثلا، وانت قاعد في الحمام بتنادي على حد بره الحمام بصوت عالي، وبعدين يجي لك رعشه او تخاف او تحس ان شعر ايديك وقف، عملت ايه؟ ده انت عملت مصيبه. ما تناديش على حد تاني وانت جوه الحمام. قلنا قبل كده المناداه بالذات، لان اول ما بتنادي الكل بيتنبه لك، ممكن يكون مش شايفك، اما تعمل كده بيشوفك، انت بتجذبه ليك ليه؟ قلنا ليهم اماكنهم، ما نحاولش نخترقها وما نحاولش نضايقهم وما نحاولش نعلي صوتنا في المكان ده. وخصوصا المناداه دي بتجننهم. بتنادي على مين؟ هتعمل فينا ايه وانت جوه الحمام؟ ده مكاننا، ده بيتنا. التزموا الصمت جوه الحمام. ايه بقى الاشياء اللي بيحبوها؟ ودايما حذرت انها ما تكونش موجوده في بيوتنا. الاشياء المحنطه بتعجبهم جدا. الله، غزاله متحنطه، حمار متحنط، قرد متحنط. بيموتوا في الحاجات الميته العافنه، بيعشقوها، بيبقوا فيها بيتهم، بيسكنوها. وايه كمان؟ والدباديب اللي هي على شكل دباديب دي. عشان كده ما بقول عندكم دباديب كتير اللي هي ليها عينين وليها بق وليها ودان وكائن كده بالنسبه لهم يعني حاجه كده ميته يعني. تمام؟ نعمل ايه؟ ما تسيبوهاش راكده، باستمرار استخدموها للعب. اوعى تسيب دبدوب عندك او لعبه عندك راكده، وخصوصا اللي ليهم ايدين وليهم رجلين وليهم دماغ وليهم عينين. لازم تحركهم كده باستمرار عشان العمار ما يسكنوهاش.